في ناس بتشتكي من ضيق الرزق والتعب النفسي وكتر الهموم، وتدور وتسأل ليه حياتي مش مرتاحة. بس ساعات يكون الحل في حاجة بسيطة اسمها صلة الرحم. تعالوا نسمع الحكاية دي يمكن تغير حاجة في حياتك. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. والحكاية بتقول: كانت أم خالد ست بسيطة عايشة في شقتها الصغيرة وراضية بحالها، بس ولادها كبروا وانشغلوا بقى وقل السؤال، واللمة بقت قليلة. وهي مش شكتش، بس كانت دايما تقول: اللي يجي على رحمه عمره ما يكسب. وفي المقابل كان في جارهم الحاج مختار، راجل غني جدا، بس متخانق مع أخوه من 10 سنين بسبب ميراث بسيط. رغم كل فلوسه بيته كان فاضي، وصحته على طول تعبانة، ووشه فيه كآبة ما بتروحش. وفي يوم تعب جدا، الدكتور قال له: بصراحة كل تحاليلك سليمة، بس في واضح ان عندك مشكلة في القلب، وجع، مش مرض، مش من المرض ده، من الزعل. رجع الحاج مختار بيته وقعد يفكر: يا ترى ايه اللي حصل؟ انا حاسس ان من يوم ما قطعت اخويا ومن يومها وانا مش مرتاح. قام بنفسه وراح بيت اخوه ودخل عليه وقال له: سامحني، خليني ارجع لاهلي ولبيتي ولدنيتي قبل ما امشي من الدنيا. ساعتها حس كأن جبل اترفع من على صدره، ومن اليوم ده حس ببركة في كل حاجة، حتى شغله اللي كان واقف رجع يتحرك من غير سبب واضح. لو وصلتوا معايا لحد هنا، صلوا على الحبيب في كومنت، وفضلا وليس امرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من جدة ملك. وعايزة اقول لكم: اللي يوصل رحمه يوصل الله به رزقه وبركته وراحته. قطع الرحم مش بس بيوجع القلوب، ده كمان بيحرمك من البركة اللي بتيجي من رضا ربنا. وفي النهاية، في آخر اليوم، مش بتفتكر مين ادالك أو سأل عليك، لكن هتتحاسب. هل وصلت رحمك، ولا خليت الدنيا تبعدك عنهم؟ كانت معاكم جدة ملك، سلام يا حبايبي.